طنجة. هنا إذن الصورة على الكرة وعلى الانطلاق في غمار مباراة اليوم. عبد الرحيم الرخيص بمعية الأسماء الأخرى. الطموحات كبيرة والرغبة كبيرة من أجل أن نشاهد مقابلة قمة ومقابلة مشوقة ومثيرة هنا بمدينة طنجة. فريق النظر يدي بركانية فريق اتحاد طنجة. حراسة المرمى باقي الأسماء رقم 6 نعمان عراق، ذلك العميدان يلتحقان بحكم المواجهة. ودائما البروتوكول الاعتيادي في عالم كرة القدم اختيار المكان اللعاب عبد الواحد. هنالك المعد البدني رشيد. في الجانب الآخر هذا فريق بركاني اليوم لا اختلاف في منافسته داخل القواعد وخارج القواعد. وانطلقت المباراة، انطلقت التنافسية. طموحات ستكون كبيرة. نظر يدي بركانية الأمامية الرأسية بإمكانية الاستخلاص في اتجاه شادراك يغير كاميرا. تعود مرة أخرى بركانية، فرصة التصويب، الاختراق، الدخول داخل منطقة الجزاء. جول 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 الأول. الشرقي البحري يضع الكرة في المرمى. الشرقي البحري يضع الكرة في المرمى، يختفى الكرة، يتعامل مع الأمال ويضعها في الشباك معلنا عن الهدف الأول لصالح فريق النظر يدي يتقدم في مباراة اليوم. شوفوا هنا، شوفوا النظرة، شوفوا الشراع، شوفوا هنا تمريرة في الحياب التسلل العام من عملية المراوغة، ولقى نفسه في مكان في زاوية ثم بعد ذلك وضع كرة مباشرة صوب المرمى. أسعدت بعض الجماهير القليلة التي تحملت عناء السفر والتي قدمت من مدينة بركان إلى هنا إلى مدينة طنجة في معاهير عريضة كبيرة هناك في المقاهي والبيوت بمدينة بركان. شوف لعبها في الزاوية في اتجاه واصلين مدن سوبول كيمور كيبحث عن تمريرة داخل منطقة الجزاء. فرصة زكريا بن معشي، التحضير من يفعل زكريا بن معشي، تصويبه والحارس في المكان المناسب كيتمكن من إنقاذ الكرة الماضية. عملية هجومية، تصويب بشكل مباشر صوب المرمى. ولاحظوا مشات بطيئه بعض الشيء على اعتبار انها تم دحرجتها على متولي اللي لعب بشرط العماده في المقابله ديالو في المباراه الاخيره مع فريق الاتحاد طنجه. ونشوفوا هنا كره من جديد، محاوله كياني، عمليه انطلاق، صويبه والحارس في المكان المناسب يتمكن من ايقاف هذه الكره. بالامس القريب كانوا في المدرجات واليوم في المنصه الرسميه يتابعون المباريات ويتابعون فريق الاتحاد طنجة. فيما التصويب اليوم اللي نشوف كيقوم تمريره لمحاوله في اتجاه شادرة كينطلق بجهه اليسرى، محاوله هجوميه، فرصه اختراق والدخول من جانب فريق النظر يدي بركانية تغطيه مثاليه على مستوى خط الدفاع لازاحه الخطر الماضي. كره عند بلمعش في الزاويه لصالح فريق النظر يدي بركانية. لعبت في القائم الاول مره الاماميه، كره في الزاويه مره ثانيه تنفذ، تحضير والحارس رجعت مره اخرى، فرصة لصالح فريق نظر يدي بركانية. امين كاميرا استعداد للكرة. لاحظوا هنا نزلت الكرة بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقة هذه، تحضير ثم تصويبها مباشرة إلى خارج. شوف الأطفال الصغار والكبار، العائلات، الأطفال المصحوبين بآبائهم بذويهم وأيضا الكل يأتي لمشاهدة هذه المباراة. كرة للفحلي، تصويبه وفي الشباك الخارجية في محاولة أمامية كامل الإمكان أن تكون في المرمى. موقع الكرة من جديد طنجاوية، وحسين متولي تصويبه ومباشرة إلى الزاوية. يقول الحكم محسن متولي نزلها بالصدر وقام تصويبها برجل يمنى. محسن متولي ينفذ رأسية إلى خارج الخط الخلفي للملعب. محاولة جيدة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. جماهير تصدح بصوتها والمتعة مستمرة على أرضية الميدان. المهارات ديالو المعتادة. كرة أمامية، محاولة من جديد من جانب فريق اتحاد طنجة. فرصة رأسية، المدن يضيع. كرة كانت رائعة على مستوى الإعداد، كرة في منطقة الجزاء. لاحظوا هنا الفنية في بناء العملية الهجومية. كياني زكريا كيوصل الكرة كيرفعها، رأسية ديال اللاعب المدن ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي الملعب. لاحظوا هنا الماضية كانت فرصة، كانت محاولة لم يتم الاستفادة منها. الآن فريق اتحاد طنجة، متولي يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة رأسية، محاولة، جول
يرجع يعود في مباراة اليوم. 1-1 تهتز المدرجات، 1-1 وتهتز المدرجات، والكرة الجانبية ومن غير محسن الربشة. المدرجات في هذه اللحظات، المدرجات في هذه اللحظات تهتز، والفرحة كبيرة على أرضية الميدان من محسن من الربشة وايضا من الجماهير في المدرجات. لاحظوا محسن متولي، كرة ثابتة رأسية في الزاوية البعيدة، رأسية في الزاوية البعيدة. 1-1 تعود المباراة للتعادل، يعود كل شيء لأن يكون مفتوح بين الطرفين.